10 مسلسلات تركية شتوية انضمت معانا كمان في الموسم الشتوي الجديد لسنة 2024-2025. عايزين تعرفوا ايه افضلهم؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا زرار الجرس، وكمان تكتبوا لي في الكومنتات ايه هو اكتر مسلسل انتم متابعينه في الموسم الشتوي ده. واول مسلسل معايا هو مسلسل المدينه البعيده، المسلسل اللي محقق ريت عالي جدا لحد دلوقتي ومحقق الصداره الاسبوعيه بتاعه في وسط بقيه المسلسلات يعني، واتعرض منه لحد الان 4 حلقات. المسلسل بتدور قصته حول عليا البورا اللي بتكون راجعه من كندا مع ابنها الصغير، ومعاها كمان جثمان زوجها، وراجعه عشان تنفذ وصيته الأخيرة. لكن بمجرد وصولها لأرض ماردين في تركيا بتبدأ ان هي تواجه بقى جيهان البورا اللي هو زعيم القبيلة ورئيس العيلة بتاعة جوزها، وبيحصل ما بينهم اختلافات على حضانة الولد، وبيكونوا عايزين ياخدوا حضانة الولد ده منها وبيمنعوها ان هي تغادر أراضي البورا دي، وبيحصل مشاكل كبير ما بينهم، وبتبدأ بقى ان هي تتعرف على الأسرار الغامضة للعيلة دي، وبتلاقي نفسها وسط حاجة مظلمة كده دخلت فيها. من المسلسلات القوية جدا. تاني مسلسل هو مسلسل أمي أنقرة، هو درامي اجتماعي. المسلسل ده من الحاجات اللي أنا اتشدت ليها جدا. القصة بتاع المسلسل هي قصة حقيقية لوالدة كاتبة المسلسل، وبتدور أحداث المسلسل في فترة التسعينات، وبيتكلم عن زهل وهي الأم المتفانية عشان أبنائها، واللي جوزها حسن بيسيبها مع ابنائها ده ومش بيرضى ان هو يتحمل مسؤوليتهم يعني، فبتضطر ان هي تعمل وتكافح عشان تراعي أولادها دول. المسلسل أحداثه فكرتني بأحداث مسلسل على مر الزمان، برضو حقبة زمنية، وبرضو أم هي اللي بتراعي الأبناء بتوعها، فهو يعتبر زي تكريم كده للأمهات. تالت مسلسل هو مسلسل المشردين. المسلسل ده هو درامي اجتماعي كمان شبابي، اتعرض منه لحد دلوقتي 3 حلقات ومحقق برضو ريت حلو جدا. بيتكلم عن 6 أشقاء كانوا عايشين حياتهم في سعادة مع مامتهم وباباهم، لكن بتتقلب حياتهم رأس على عقب لما مامتهم وباباهم دول بيموتوا فجأة، وبيكون السبب ان في واحد اسمه يفوز هو مهووس بمامتهم، فهو اللي بيقتل مامتهم وباباهم، وبيضطر ان هو بعد كده يلاحقهم كمان، فبيضطروا ان هم يروحوا لاسطنبول عشان ان هم يهربوا منه. وكمان اختهم بقى الكبيرة اللي اسمها عزيزة هي اللي بتتحمل مسؤوليتهم، وطبعا 6 اخوات مع بعض بفئات عمرية مختلفة بيواجهوا صعوبات الحياة لوحدهم. فمن الحاجات يعني اللي هيبقى فيها كآبة كتير، بس برضو من الحاجات اللي هتبقى لذيذة ومشوقة. رابع مسلسل هو مسلسل عساف. المسلسل ده كان لصالح منصة نتفليكس ونزل كامل، هو 6 حلقات بس، نزل يوم 28/11. المسلسل بيتكلم عن عساف وهو سائق أجرة بيعمل في شركة أوبر، وعنده مبادئ ما بيرضاش ان هو يتخلى عن مبادئه دي برغم ظروف حياته الصعبة، وكمان بيحاول ان هو يظبط حياته ويصلحها بعد ما هجرته زوجته ومنعت عنه كمان ان هو يشوف ابنه. وبتتغير حياته كلها لما بيحصل حادث مأساوي ليه، بيتفاجئ بعدها ان هو دخل وسط مافيا وسط عالم مظلم وسفلي، فبرضه من الحاجات اللي فيها اكشن ودراما قوية جدا. خامس مسلسل هو مسلسل تشيراك او مسلسل المتدرب. المسلسل ده عبارة عن 10 حلقات وهو لصالح منصة طبي، وتم عرضه يوم 27 نوفمبر. الحلقات بتاعته كلها بقت موجودة. المسلسل بيتكلم عن تشيراك، هو قاتل محترف وبيعمل لدى منظمة غامضة اسمها الشركة. المنظمة دي بتحقق العدالة بشروطها الخاصة، وبتحاول ان هي تساعد الناس اللي اتأذت من ناس معينة ان هم يتخلصوا من اعدائهم دول اللي تسببوا لهم في اذى وظلم. شخصية تشيراك هنا بتفكرنا بشخصية جون ويك. سادس مسلسل الشركة القابضة، وهو مسلسل درامي بتدور أحداثه حول أيدن والشرطي كرم. أيدن دي هي بتكون سباحة ماهرة وبتحقق أرقام قياسية عالية جدا في الغوص الحر، وفي يوم من الأيام بتقرر إن هي تواجه أو بتخوض معركة ضد إخواتها الغير أشقاء وكمان ضد المافيا، لما بتقرر إن هي تنتقم من أحد الرجال صاحب شركة قابضة كبيرة، لكن هو كمان من ضمن رجال المافيا. فبتحصل أحداث كتير جدا لسه طبعا هنعرفها. والمسلسل هيتم عرضه يوم 5 ديسمبر على قناة ATV، هيكون يوم الخميس، وبالتالي هينافس مسلسل حب بلا حدود والقلب الأسود وحبات اللؤلؤ. فيا ترى هيقدر ان هو يدخل وسطهم وينافسهم ولا ايه اللي هيحصل؟ سابع مسلسل عائلة شاكر باشا. المسلسل ده هو درامي وكمان حقبة زمنية، لأن الأحداث بتاعته بتدور سنة 1912، وبيتكلم عن عيلة كانت مشتهرة جدا في الوقت ده، وبيتم الكثير من الأحاديث عنها، وكانوا موهوبين جدا في الفن التشكيلي، وكمان هيدخلوا في الأسرار بتاع العيلة دي. وكمان المسلسل ده متاخد من قصة حقيقية واقعية، يعني هو كان في عيلة وقتها اسمها عيلة شاكر باشا، وهم بيقولوا القصة بتاعتهم دي، والعيلة دي كان ليها دور كبير
كبير جدا في الفن وقتها. المسلسل هيتم عرضه يوم الحد يوم 15 ديسمبر على قناة ناو، وبالتالي هينافس مسلسل المنظمة والعبقري. تامن مسلسل من المسلسلات القوية جدا في رأيي هو مسلسل مرنالي. المسلسل ده كان لصالح منصة طبي، والحلقات بتاعته كلها خلاص نزلت. هو عبارة عن 10 حلقات. المسلسل بيتكلم عن علي رشاد مرنالي اللي هو القبضاي الأخير الموجود في اسطنبول، واللي بيحاول دايما ان هو يحقق العدالة، لكن بتحصل مؤامرة ضده وبيدخل السجن. وبعد ما بيقضي فترة في السجن بيبدأ ان هو يخرج، وبيحاول بقى ان هو ينتقم من كل الناس اللي تسببوا ان هو يدخل السجن. المسلسل ده من صناع مسلسل وادي الذئاب اللي يعتبر من افضل المسلسلات اللي موجودة في الدراما التركية. تاسع مسلسل الاستجواب، وبرضه نزل الحلقات بتاعته كلها على منصة تود. هو عبارة عن 10 حلقات وهو درامي بوليسي، وبيتكلم عن الفتاة جيهان. الفتاة دي هي شرطية، وتعتبر الفتاة الوحيدة في وحدة الاستعلامات او في وحدة التحقيق الموجودة. وفي يوم من الايام وهي بتأدي عملها بتكتشف او بتصدم ان هي لقت ان الجثة اللي موجودة هي جثة والدها، فمش بتقدر ان هي تكمل تحقيق في القضية دي، وبالتالي القضية بيتحول تحقيقها لزميلها او بيتكلف بيها زميلها متن. وبعد كده بتدور الاحداث وبتظهر حقائق، وبيحصل اختبار بقى ما بين يعني حب جيهان لمتن، ايه اللي هيحصل وايه الاحداث اللي حصلت. من المسلسلات اللذيذة جدا. عاشر مسلسل هو مسلسل لا تبكي يا اسطنبول. المسلسل هو برضو حقبة زمنية بتدور الأحداث بتاعه عام 1960، وبيتكلم عن شهرزاد وهي طالبة بتدرس في كلية الطب، وبتحلم بمستقبل مشرق ولامع مع حبيبها فرحات. لكن بيتفاجئوا ان حبيبها فرحات ده اتحكم عليه ظلم بالإعدام، وبتعمل كل حاجة عشان ان هي تنقذه. وبتروح لسيد اسمه تامر وبتحاول ان هي تخليه ينقذه، وبالفعل بيوافق ان هو ينقذه، لكن بيشترط عليها شرط ان هي تتجوز من ابنه كوبات، عشان كانت زوجة كوبات دي مش بتخلف، وهو كان عايز وريث للإمبراطورية بتاعته. المسلسل هيتم عرضه يوم 10 ديسمبر، هيكون يوم الثلاث، وهينافس من ضمن المسلسلات بهار، وكمان مسلسل حكاية ليلى، ومسلسل محمد الفاتح. يا ترى هيقدر ان هو يثبت وجوده وسطهم ولا ايه اللي هيحصل؟ هنعرف بعد كده من خلال الريت والأحداث. دي كده كانت كل المسلسلات الجديدة اللي معايا في الفيديو ده. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر مسلسل انتوا مستنيينه عشان تشوفوه، وايه اكتر مسلسل انتوا بتتابعوه الفترة دي. سلام.